هل يخلق وشم جاني اسبر المشابه لوشم هيفا وهبة أزمة؟ ومن الواضح أن الممثلة الجذابة والمثيرة جاني اسبر تسعى وتتشبه دوما بهيفا، وكأنها ترغب بشدة أن تصبح هيفا وهبة سوريا. بتصرحي بالاعلام انه بيلفتك جمال هيفا؟ لا انا اكيد بحكي انه انا بتعجبني هيفا، بس بعتقد في عندها مميزات اكثر بكثير بشكلها اكثر من موضوع الوشم. يعني اذا رح احكي شوي عن موضوع الوشم لحتى يعرفوا. ظهرتي بحلقه بديو المشاهير وعندك وشم العين على كتفك، نفس وشم العين يلي هيفا وهبه عندها اياه، وثاني نهار ما بقى في وسيله علميه غير ما حكيت انه لهالدرجه جاني عملت نفس الوشم. هلا ما في، الغريب انه ما في وشم. هلا هو بصراحه كنا قاعدين بقعده وصديقتنا كانت جايه لعندها وحده تعمل وشم بالحنه فكلنا عم يعملوا، فانا قاعده هيك فقالت لي طيب جني عملي شيء؟ قلت له لا ما بعرف شيء. فقالت لي اعمل لك عين؟ قلت لها يعني مثل عين هيفا؟ قالت لي ما بعرف. قلت لها هلا شو بيطلع معي؟ فعملت لي شو يعني، عملت لي هون رسمه عين يعني. ف يعني طبعا هو قبل شي 10 ايام من ما اطلع بهي الحلقه تبع ديو المشاهير، فكانت رايحه يعني ما بعرف كيف شافوها اصلا يعني الحنه كانت رايحه. لا حطوا لك صور يعني عليك وصور لهيفا، حاطين انه كانت حاطه فون عليه، انا ما كنت حاطه فون، هو كان رايح رايحه الحنه. وما هو موضوع هدف يعني، هي كانت موضوع تسلايه مو اكثر هيك يعني. وانا قلت لك اذا بدي اتشبه بهي في عندها بشكلها شغلات احلى بكثير من موضوع انه بس وشم يعني. فهي كان فور فن يعني مو